ازيكم؟ يلا بينا نفرز الكرنب مع بعض. هوريكم بخزنه ازاي للسنة. هيطلع مش مهري، هيطلع حلو قوي في السوا، وهقولك تعملي ايه ما يخلوش يتجلد لما يطلع وانتي بتسويه. اول حاجة ببتدي اجيب الكرنبايه بتاعتي، واحنا بننقي الكرنب حاولي تجيبي الكرنبايه الوسط، ما تجيبيهاش كبيرة قوي تمام او صغيرة قوي. حاولي تكون متوسطة الحجم كده، تكون بيضاوية علشان الورق من جوه ما يبقاش فيه عروق كبيرة تمام، عشان تعرفي وانتي بتسلقيها تبقى ورقها ناعم وطري عليكي. وانتي بتطبطبي على الكرومبة حاولي تجيبي اللي هي الخفيفة، ما تكونش مكتومة، تكون بتطبل معاكي، بتسمعي صوتها وانتي بتخبطي عليها بترد معاكي الصوت. وببتدي بقى بالسكينة بتخلص من الراس زي ما انا قطعتها معاكم بالشكل ده، واشوف كل ورقة بتنتهي منين، وهبتدي افصلها بالراحة واحدة واحدة عشان ما تتقطعش معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. انا برجع للوش اشوف العدلة فين بتاعت اخر ورقة، وببتدي افصلها بالسكينة او بايدي، وببتدي التلات اربع ورقات الخضر قوي اللي على وش الكرومبايه ببتدي ارميهم بتخلص منهم. وهنا بقى هنجهز معايا حله ميه كبيره قوي تاخد حجم الكرومبه، وبنزل فيها بنص معلقه ملح صغيره ونص معلقه كمون، ولغايه ما الميه تغلي ببتدي اجهز الكرومبايه بتاعتي. ببتدي اشوف عدله الورق بتاعها ازاي، يعني هنا دي الورقه اللي على الطرف، هبتدي افكها بالسكينه واجهزها معايا تمام. والضمان النظافه اكتر انا بحب اغسل ورق الكرومب والكرومبايه الخارجيه من بره قبل ما اسلقها. ولو الحله اصغر من الكرومبايه بتاعتي هنبتدي نشيل ورق من الورق الخارجي ده، هنصغر يعني حجم الكرنب، والورق اللي بطلعه ده هسلقه لوحده. لكن لو انت عايزه ما تسلقهاش كلها كامله هتبتدي بقى تفكيها كلها بالشكل اللي انا بفكه ده تمام لاخر ورقه. لكن لو عايزه تصغريها بس زي ما انا بعمل بتخلص من شويه ورق خارجي، فكيه وانزلي بالكرنبايه زي ما انا هنزل معاكي. هنا بقى ابتديت اتخلص من الراس الخارجيه، ببتدي انزل بالسكينه بالشكل ده حوالي صباع، ما تنزليش اكتر من صباع داخلي تمام. وهنقورها تقويره بسيطه كده اهو تمام. وهبتدي انزل بالكرومبايه بتاعتي كلها الطريقه اللي انت بتفضليها يعني اعتمديها. ببتدي انزل بالكرومبايه كلها بعد ما الميه غليت، نزلت بيها هي كلها جوه الحله. وما تمليش الحله قوي، انت هتستكفي فوق الربع بشويه يعني اقل من النص، علشان لما ننزل بالكرومبايه هتبهدلي الدنيا على البوتاجاز تمام. بحاول ان انا اخليها الميه فوقيها، يعني اغطسها جوه الحله تمام. هسيبها بقى قد ايه؟ انت هتعدي من 1 ل10 وترفعي، لان الكرنب ده هيتفرز هو هيكمل سواه لما يخش الفريزر. المية والتخزين وكده بيخلي لك الجلد يطرى اكتر تمام. فما تعديش اكتر من 1 ل10، من 1 ل10. وببتدي حتى لو حسيتي العرق بتاع ورقة الكرنب الناشف سنة هيطرى، لان هو سخن لسه، فكل ما بيتحط على بعضه هيطرى. بكون مجهزة جنبي مصفى بالشكل ده، وهبتدي ارفع فيها ورق الكرنب. هفك بقى واحدة واحدة بالراحة بالشكل دوت، كل واحدة بتطلع معايا سهل ببتدي افكها واحدة واحدة، هفضل وراه لحد ما اطلع لاخر واحدة. ما تزوديش عن من 1 ل10 بالظبط، ده كده يعني مظبوط قوي. هتقولي لي لا هي لسه ناشفة، بصي العرق هنا لسه ناشف شوية، ما تقلقيش، هيتحط على بعض هيطرى خالص تمام. هيكمل سواء. الحركة دي مش هتخلي لك الكرنب لما يتفرز ويطلع يبقى مهري تمام. فانا ببتدي اتخلص اهو من الورق كله، دي اسهل حاجة بعمل بيها الكرنب. وخلي بالك لو سبتي الورق اكتر من كده هيطلع معاكي مهري، مش هتعرفي تحشيه، هيبوظ معاكي في السوا ومش هيقعد معاكي وقت كبير تمام. فاحنا بنعمل التركه ديت، او ان احنا يا دوبك بنشممه الميه ونطلعه على طول، علشان هو كده كده هيكمل سواه. وجوده اساسا على بعضه هيسويه اكتر، يعني انتي بترفعي على المصفى كله على بعضه سخن هيسويه اكتر تمام. هنا بقى ابتديت انزل ببقيه الورق اللي انا فردته من الكرنبايه لوحده ده، هبتدي انزل بيه بالشكل ده، ويكون حاجة هبتدي اسقطه بيها لتحت اهو بالماسك او بكبشة، هتبتدي تسقطي الورق لتحت. ما تحاوليش تخلي الورق يعلى عن المية علشان العروق دي تطرى بسيط. كده كده انا مش بسيبه في المية كتير، فانتي لازم تخلي العروق كلها تنزل تحت. مش شرط ان انا لو عندي ورق كبير اضيفه مرة واحدة، لا انا هحط 3 4 ورقات لحد ما المية بس تغطيه مش اكتر. واول ما بنزل بيه اهو كده والميه يعني غطته، هنعد من 1 ل10 وهبتدي ارفعه تاني على المصفى. بعد بقى ما تصفى خالص سبته هدي وتصفى خالص، بصوا هيبقى طري ازاي. هبتدي بقى اقطعه معاكم التقطيع المعتاد كأني انا هعمل الكرومبة دلوقتي فريش.
يعني ببتدي اتني ورقة الكرنب بتاعتي 2 واتخلص من العرق دوت بالشكل ده. تمام. وهلفها بقى على بعضها كده اهو، واحطها بالطول، وهبتدي اقطعها الحجم المناسب، يعني حجم الصباع المناسب اللي انا هلفه. تمام. هي الورقة ماسكة نفسها. طبعا لما تخش الفريزر هتكمل سويها، ده احسن حل ليها علشان ما يطلعش مهري معايا. ببتدي اقرص واحدة واحدة بالشكل دوت، وهمسك ورقة ورقة من اللي احنا قطعناه مع بعض، هبتدي اصغره على حسب يعني حجم الصباع. تمام. يعني هتقطعي الورقة، ممكن تحتفظي بيه وهو يعني من غير ما اعمل الخطوة اللي انا هعملها معاكم دي. يعني ممكن وانا بقطعاه كده الجزء اللي انا شلته ده اشيله على بعضه كده اهوت، وابتدي لما اجي احشي اقطع. ممكن بقى عشان اسهل على نفسي خالص انا بقطع حجم الصباع اهو وهحطه على بعض. هجهز كده الورق كامل، يعني ان انا هدخل الفريزر هطلع احشي على طول. هي اما هنحتفظ بالورقة طويلة زي ما هي، يا اما هنبتدي نقطعها بالشكل اللي انا بقطعه معاكم ده. عايزه الصباع اطول من كده تمام. بتحبي الورق يبقى اكتر من الرز، هتطولي شويه في التقطيع. تمام. يعني بتحبي ان انت تلفي ورق اكتر عن الرز، هتطولي شويه تقطيع. بتحبي الحجم متوسط زي ما انا بقطعه كده زي ما انت حابه، ورصهم على بعض. اخلص بقى الكميه بتاعتي كلها، وهسيبها تتصفى شويه، لان الكرنب كل ما بيقعد كل ما بينزل في ميه برضه. تمام. وطبعا كان هدي خالص عندي وبرد. نبتدي بقى نجهز اكياس تلاجة ونحطه مع بعض. بتبتدي تجيبي اكياس متوسطة الحجم او كبيرة زي ما انت حابة. تمام. وهتحطي فيها ورق الكرنب، يعني انا عاملاهم بالطول كده، بالراحة كده هتبتدي تشيلي صف صف. تمام. ونحط في الاكياس يعني حوالي صفين جنب بعض. لو اكياس اكبر من كده هتاخد 3 صفوف زي ما انت حابة. بس اهم حاجة احنا عارفينها ومتعودين عليها ان احنا بنطلع اي هوا جوه الحاجات اللي بنفرزها، علشان الهوا بيبوظ لي التفريزات بتاعتي، فبياخد مساحة وبيبوظ التفريزات. فاحنا هنرص كده بالطول حسب ما الكيس بتاعي بياخد. وبس كده، ما تحاوليش تزودي في الكيس قوي، انتي بتحطي على قد ما الكيس بياخد بس. وبعد ما جهزنا الاكياس بتاعتي كلها وصفينا منها الهواء خالص وقفلناها، هندخلها الفريزر. انتي بقى التركية لا تخلي لي الكرنب بتاعي فريش، هتعملي ايه؟ طلعت كيس، طلعت 2، ببتدي احط ميه سخنه قوي. دي حركه بصي مش هخليهولك يجلد خالص. ميه سخنت جدا او بتغلي، ببتدي افك الكرنب من الكيس بتاعي. طبعا ما ننزلش بالحاجه يعني الاكياس ديت مش صحيه ان احنا ننزل بيها في ميه سخنه. طلعت الكرنب بتاعي، نزلت بيه ثانيه واحده وطلعته من الميه المغليه على مصفى. يعني بديله زي صدمة، انا بنزله في المية بس تغطيه، وهبتدي بكبشة كده عشان ما بوظت الرصة بتاعتي وارجع اعيده من تاني. فانا بنزله فك يا دوبك من الفريزر، بنزله في المية المغلية وبرفع على طول في ثانية على مصفى بقى يتصفى، وابتدي احشي على طول. تمام. دي اسهل حاجة واحسن حاجة، ما تخليش الكرنب الورقة بتاعتي تبقى مجلدة. انتي هتحسي ان كأنك لسه عاملاها دلوقتي حالا. جربوا بس وقولوا لي رأيكم.